عبد الله مشرف أبو البنات وسبب تأخر بدايته الفنية، ولماذا لا يحب المسرح؟ ولد عبد الله مشرف عام 1942 بالقاهرة، واسمه الحقيقي عبد الله محمد عبد الله. تخرج عبد الله من معهد الفنون المسرحية عام 1968، واختار لنفسه اسم عبد الله مشرف، ومشرف هو جده لوالدته. وعمل بمسرح الطليعة لفترة قصيرة، لينضم في نفس العام لصفوف الجيش المصري لمدة 6 سنوات حتى عام 1974 شارك خلالها في حرب أكتوبر. وبعدها كان يقوم بأدوار صغيرة على المسرح وبعض المسلسلات، لتستمر مسيرته الفنية لأكثر من 280 عمل فني، أشهرهم مسلسل يوميات ونيس، وفيلم كتيبة الإعدام، وفيلم الهروب. تزوج عبد الله مشرف وأنجب 3 بنات هما سهى ومها ونهى. قال عبد الله مشرف إنه كان رافضا في البداية العمل على المسرح، لأنه لا يستطيع أن يستمر في تقديم المسرحيات يوميا في حالة حدوث فقدان لشخص عزيز لديه. يبلغ عمره في عام 2023 81 عام.